زين نبي نتكلم عن موقف السعودية. يا سلام الله عليهم السعودية أثناء الغزو. هم من قبل الغزو عندك الملك سعود. احنا استقلينا الكويت ب 19/6/1961. هذا استقلال. قوم يا عبد الكريم قاسم تسلط اننا انا الزعيم عبد الكريم قاسم الكويت ضمن قضاء البصرة، يا الله يقضي عليه. قوم فزع لنا من الملك سعود، يلا من فضلك الشيخ عبد الله السالم استنجد احنا بالله ثم السعودية. فزع لنا طرش الجيش السعودي وهو نفسه وين مطار النزهة الحين، قبل كانت مطار الكويت. الملك سعود ما قصر معنا، وقف ذيك الوقفة اللي عجبت الدنيا. الجيش العراقي يوم شاف بس العلم الاخضر ما رجع قري، ما سوى شيء. يعني كان ناوي يدخل الكويت. الكويت انه ما ننطق، وقاموا علينا ملوت عشيرج يصيحون عشيرج جزم ما يتجزم العراق. وقوم يا عبد الله السالم حكرهم، قال إذا الماء اللي قدامكم حلو هذه العراق، إذا مالح مي العراق. لا هاي الكويت. حطهم بعرامات يعني باصات ووداهم باب المطار، روحوا ديرتكم. لا عذبهم ولا شيء، خذوا قشكم يلا روحوا. فهو نية غزو الكويت كانت موجودة من قبل، من أيام الملك غازي. كانت ملكية. وبعدين الملك سعود مواليد الكويت. أمه بالرضاع فاطمة الحسينان الله يرحمها. وأختها بالرضاع شيخة مريم مبارك الصباح. يقولوا إخواني مريم كلهم لا فرق الله شلهم. هذا هو. وكان البيت اللي انولد فيه موجود بجبله الحين مباركية. هدموه يعلموا لي المفروض أثر. مواقف السعودية كانت من أيام الملك سعود. من أيام الملك سعود. وبعدين من اللي دخلنا الجامعة العربية استذبح الملك فيصل الله يرحمه، وصار اللي يبي دخلنا الجامعة العربية. وبعد الملك فيصل الغزو، وقبله الملك خالد يوم ضربونا الصامتة سنة 73 كنا، إذا ما خانت الذاكرة اسم علي. فزع لنا ذيك الفزعة كان أحمد حسن البكر راقي هام الضرب علينا. فزعت لنا السعودية قيادة الملك شو اسمه الملك خالد. كل حكام السعودية ما نطلع من نزاههم. أكيد ما هو لو نحطهم على رؤوسهم ونفتر فيهم عند الكعبة 7 لفات ما نطلع من نزاههم. أنا ركزت بالحلقة هذه أن نذكر مواقف السعودية. يا سلام أنا مواقف ما يعني يعجز اللسان عن غير الغزو. من قبل هم من زمان مع الكويت يحافظون على استقلالها ووجودها. هذه السعودية الله من فضلك. الحمد لله الله يعز السعودية. يعني هذا مو شيء غريب. منا وفينا بطنك وظهرك السعودية، الله يعزهم ولا يعز عليهم يزيدي. شنو كان أصعب موقف لك بالغزو تذكرينه؟ إن كان مثلا موقف شفتيه أنت أو صار لك شخصيا. كنت في مستشفى مبارك وراحوا يذبحوا لك المرضى اللي عندهم دكتوراكيا التوب ما يقولونها بالعربي. شنو يعني؟ قسطرة يحطونها ويركبونها بجهاز التنفس الصناعي عشان المريض يتنفس. زين هذا رايح فيها. أنتوا شو كنت بقول قسطرة هاي ما حد يستعملها بالغزو كانوا شيء مستشفى مبارك. زين. وكان في واحد اسمه قنبر الله يذكره بالخير. وكان يدري والاسعاف قعدنا نهرب المرضى نحطهم واحد فوق الثاني. اقول لهم ما يخالف معودين بس نحاس فيكم نعالجكم اي مكان اللي نقدر نشيلهم. وحط واحد فوق الثاني كان اطب فوق واحد وانا فوقه واتلحف. يطالعني قلت ما يخالف هذا بس وضع عشان نهربكم. نايمه فوق الريال. قلت له المؤقت بس كنت خرقت زين قلت ولا صوت سكتوا. ويطلع فينا بالاسعاف برا نروح نعالجهم في البيوت المرضى اللي نقدر عليه. ولا بدعوا في المرضى هناك. هذا كان مواقف صعبة اللي ما تنسينها. ما انسى. عاد المريض اضعف البني ادمين اضعف البشر كبير بالسن والمريض والعاجز. زين احنا الحين يعني خلصنا فترة الغزو او نقدر نقول على اواخر الغزو. صار يوم التحرير. شنو كان شعورك؟ وين كنت؟ قاعد ترقص ولا ليش؟ شلون جاك الخبر؟ شفنا العلم الاخضر يرفرف فجأة. كان يوم طبيعي ولا كنتوا سامعين؟ لا احنا ندري فيه ضرب ومضارب قوات التحالف وملوت التحالف جايين وهلا واحنا نابدين بالسراديب. والحمد لله عاد يوم عرفنا تحرير واحد يقول الثاني طلعنا بالسكه حليلي. الكل كان مستانس. اعتقد كانت فرحه مو طبيعيه حزتها. شيء غير نمونه. الا عاد يوم جت اميرنا يا سلام الله عليك يا امير. كان يابر الاحمد الله يرحمه. ذاك الوقت كانها امس. والفيديو اللي نزل من الطياره صح؟ يوم سجد على القاع حمد وشكر لله هو والشيخ سعد. زين الغزو مليء بالاحداث الله لا يعيدها يا رب. لكن اكيد صارت بعض الاحداث اللي تذكرينها احداث سعيده ان كان انقذتي شخص او ايا كان. شفت لي كذا واحد. اسعد موقف لك ايام الغزو؟
عقب الغزو أو لا بالغزو نفسه، أبي موقف بالغزو نفسه كنتي سعيدة فيه. اني فجرت فيهم في القنابل المولوتوف، غسلت قلبي، بس الله يرحمه يعادل الرقم. الله يرحمه. ورجل ولا كل الرجال الله يرحمه. ايام معود اطلع رقم وايد، كثرة قلب الشجاعة ماني طالع، كان اخذ كم قنبله معي واطلع. تذكرين كم تقريبا عدد الناس او العراقيين حزتها الجنود اللي ذبحتيهم؟ الرشاش هذا ما في عد كم ما كم روح بس يذبحوننا. ها بس تقريبا اذا في رقم والله الرشاش وايد. انا ماني يجمع كم، اخرتهم خرط مثل ما يذبحوا ربعنا، شكويون يحتلوننا. زين، بس شنو كان التاثير النفسي عليك من بعد الغزو؟ ما اثق بحكومه الكويت وبعد كل اسف. هذا اهم شيء، ما اثق بحكومتي، حمقان عليهم. بس هل كان مثلا تحوشك كوابيس؟ لا ما في ما كابوس الا حكومتي. شوف انا متفائله خير طالما اميرنا الشيخ مشعل الاحمد، يا الله من فضلك خطب ذاك الخطاب اللي برد يوفي ويوف كل كويتي. ما يبي الفساد ويبي كل حق يرجع لصاحبه، برد قلبي فعلا. مشعل اسم على مسمى، صدق كان خطاب جميل جدا عجيب تبارك الرحمن. رجع فينا الروح. استانست. يعطيك العافيه. سندريلا المرقاب، الشخصيه الجميله المقاومه البطله. قولي. عندنا الشيخ احمد مشعل الاحمد، كان مع المراقب الاداء الحكومي. احمد مشعل الاحمد. احمد مشعل الاحمد. انا قلت غلط؟ لا صح اوكي. احمد مشعل الاحمد. الحين ولد الامير. كان هو ما اعتقد الحين مع مراقبه الاداء الحكومي. جعل عمره طويل، شاب صغير، رجل سبق عصره. وريته ان ناخذ علاجنا الوصفه الطبيه السكر مالت السكر، اخذها عن طريق هيئه الامم المتحده منظمه الصحه العالميه، وعن طريق احكام القضاء الكويتي العادل. وصفه سكر اصرفها بحكم محكمه. يوم وريته انصدم، شنو هذا؟ قلت هذا اللي يصير. انا علمك الدستور كفلي حق العلاج والوقايه وسبل الوقايه والعلاج من الاوبئه او الامراض، ماده 15. فورا كلم الصحه قال يتوفر العلاج لها ولغيرها، مو بس انا فوري وحل فوري يعني قال لي ولغيري. الحمد لله فورا. يعني العمر طويل بميزان حسناته. اللهم امين. حليلي يعطيك العافيه. استانسنا والله وايد وياك، وان شاء الله نشوفك دائما بصحه وعافيه، وتبقين ان شاء الله دائما سندريلا المرقاب. شباب سندريلا صفاتهم بعد. يا زين، هذه صفاتهم، هذه شغلهم زين. الحمد لله. ترتيبهم، معاملتهم، اقراضهم اللي يبيعونها شيء تبارك الرحمن. الحمد لله. يعطيك العافيه ونورتينا. شكرا جزيلا. في رعاية الله. رعاية الله. سندريلا المرقاب. أنا تحياتي. أبو حمد بطلة الفريج.